الرحمن الرحيم وبه نستعين. دي أنا هسه ببدأ أصور من آخر نهاية الشغل. دي آخر نخلة زرعت اللي هي قصاد المحاول ناس محمود الدنور، والحتة زرع النخل بتاعها باقي عليها إنها تيجي تتصور الحيطة بتاعتها وتاخد التروتوار عشان تيجي تزرع نجيلة تاني. لأنه دي كده المساحة ذاتها بقت لو ملاحظين فجأة بقت نظيفة ذاتها من اللي أنا واقف. دي الخلوة كده أي حاجة بقت تشاف، الجامع والخلوة بقت زهرات الشجر والوغر والتلال بتاعت النفايات الزمان دي كلها انتهت وراحت، فجأة طرحت بقت جاهزة للشغل. دي تخلي دي آخر مرحلة، المرحلة الثالثة اللي هي ابتدت من آخر حاجة، ابتدت بزراعة النخيل، ابتدت بآخر حاجة. دي مع المرحلة الثالثة اللي هي من الجامع بتاع الحواتة والشمال مع الحدود بتاعت ناس حي السلام. وهو الناس حي السلام ذاتهم نظفوا محلتهم وشالوا الوسخ بتاعهم والحياة بتاعتهم كلها، الحتة بقت نظيفة من هنا دعان لناس القطيرة. الله، دي زي ما قلت دي المرحلة الثالثة اللي هي بتبتدي من الخلوة بتاعت جامع الحواتة، وانت ماشي شمال لغاية بس محمود الدنور أو أبعد منه شوية المحول بتاع الكهرباء. دي المرحلة الثالثة زي ما قلت اتطرحت والمعطى بتاعتها اتنضفت بقت نظيفة. ابتدت بزراعة النخيل، بعد ده باقي ليها انها تيجي تتصور وتعمل لها تروتوارات وتزرع النجيلة بتاعتها والزهور بتاعتها اللي هي المساحة بتاعتها ممتدة تقريبا فيها 11 شتلة بتاعت نخيل. بعد الخلوة زي ما قلت من الخلوة انت متجه شمالا لحد ناس محمود الدنور اللي هي فيها حكاية بتاعت 11 شتلة بتاعت نخيل، اللي هي زي ما شايفين الوطة بتاعتها نظيفة وجاهزة. ما باقي لها إلا بس ننتهي من المرحلة الثانية. لما بعد تكمل المرحلة الثانية الإنارة والهنا بتاعتها الناس بيتجه بهنا تبدأ تكملها التروتوارات بتاعتها والحيطة بتاعتها والأعمدة بتاعتها تقريبا جاهزة بتاعت الإنارة حقتها، والفجة ما شاء الله بقت نظيفة واضحة. دي المرحلة الثالثة زي ما قلت. الفيديو الجاي حيكون عن المرحلة الثانية.